بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله نتكلم في الفيديو رقم 6 أو الحلقة رقم 6 في دورة تسمين العجول من رمضان للعيد الكبير بإذن الله تعالى. زي ما وضحنا طرق الاختيار ووضحنا طرق العلف ووضحنا تركيبة العلف المختلفة، هقول لكم النهاردة بعض الحاجات عن المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت في دورة التسمين وازاي تتخطاها. زي مثلا عملية تغيير العلف. تغيير العلف مرحلة خطيرة جدا، لازم يكون موضوع تدريجي. لازم انك انت لو حبيت تغير العلف تغيره تدريجي، مش مرة واحدة وبكميات اقل. يعني انا هغير علف الشركة من شركة تانية او ما لقيتش او حصل اي ظروف اللي انا ما عرفتش اجيب العلف اللي انا شغال عليه، لو انا مش بعمل خلطة او مش بكون تركيبة، اضطر ان انا لازم ادخل تدريجي واعمل حسابي قبل ما يخلص العلف اللي عندي. اعمل حسابي في عملية التدريج بحيث ان يكون نص العلف من الجديد ونصه من القديم. في حيوانات بتيجي عند العلف الجديد وبتقف خالص، ما تقدرش تقبله، يعني خلاص اتعودت على طعم معين او على ريحه معينه، لان انتوا عارفين طبعا كل الشركات بتحط مكسبات طعم وروائح، ممكن مستخلصات بتخلي الحيوان يقبل على العلف بشراهه. فممكن تلاقي الحيوان يحب علف عن علف او ياكل في نوع عن نوع. غير كده كمان كميات اللي انت بتحطها حاول تحافظ عليها كويس جدا. احنا قلنا لو انت هتبدأ بال 200 كيلو، طبعا العجل ده بيبقى له 2 كيلو في اليوم، كيلو الصبح وكيلو اخر النهار، والنهار كله حط دريس. حط دريس عادي مفيش اي مشكلة. استخدم الدريس في وسط النهار. المية تكون متاحة باستمرار. سيبك من الكلام الفاضي اللي يقول لك ايه لا اديله مية بس قليلة او اديله مرة في اليوم. لا، خلي المية متاحة باستمرار. وزي ما قلنا حوض المية يتنظف باستمرار، على الاقل خالص مرة كل اسبوع، وتحط فيه مواد مطهرة، وتغسل الحوض كويس وتغير المية كل اسبوع على الاقل مرة في الاسبوع. تمام. ونبدأ نستخدم الدواء اللي هو الفيتامين والاملاح. ممكن نحط على الميه. لو انت ما حطيتش القوالب كده الملح قدام الحيوانات، المفروض كل حيوان في الطاوله قدامه قالب ملح. ممكن تحط املاح سايله لو انت لقيته مش بيلحسوا في الجانب مثلا، حط املاح سايله على الميه، تحط سنتي لكل لتر او 2 سنتي لكل لتر، ما منهاش اي ضرر خالص. الحاجه المهمه جدا اللي انا حبيت ان انا اقولها لكم اللي هو تبليع المغناطيس. طبعا مشاكل كبيره بتقابل البلات بتاع الدريس، مرات بتبقى معموله بسلك، فمرات الحيوان بيلك في السلك ديت او يبلع سلك او يبلع اي جسم معدني غريب موجود في قدامه. فانت لازم قبل الدوره ما تبدا، احنا قبل الحيوانات ما بتدخل، بعد ما تدخل المزرعه بنبلع كل عجل مغناطيس تحسبا لاي حاجه تحصل. بيقعد في جسمه عادي خالص. المغناطيس ده مغلف ببلاستيك، ما تخافش منه، ما بيعملش اي حاجه. الحيوان بيقعد في بطن الحيوان لحد ميعاد الذبح، ما منوش اي مشكله خالص. ده اجراء وقائي لعمليات البلع. ممكن عجل يكون بلع عند صاحبه قبل ما تيجي انت، قبل ما يجي عندك انت، يعني مش شرط العجل يبلع عندك، ممكن يكون بلع عند صاحبه اللي انت اشتريته منه او في اي مكان قبل ما انت تشتريه، يعني سواء كنت اشتريته من السوق او اشتريته من حد مربي. فلازم ان انا ابلع مغناطيس لكل الحيوانات بتاعتي اللي انا بسمنها قبل ما ابدا دوره التسمين. ده كاجراء وقائي زي ما قلنا، عشان خاطر ما يحصلش اي بلعان، ما يحصلش اي مشكله في خلال الدوره بتاعتك. هنبدا برضو ندي الكميات المطلوبه بالنسبه لكل وزن. كل عمر طبعا وله جرعة أكل معينة أو كمية علف معينة، أو كل وزن وله أكل معين. طبعا أنت بتبدأ ب2 كيلو، بعد شهر مثلا الحيوان بيكون وزنه زاد، بتبدأ تزود واحدة واحدة، ما نزودش مرة واحدة. تبدأ إن شاء الله حتى نص كيلو، وبعد كده كيلو إلا ربع، وبعد كده كيلو، لحد ما توصل لنهاية الدورة عندك بتكون أنت كملت مثلا 8 كيلو أو 7 كيلو ونص في اليوم، 4 و4 أو 3 ونص و3 ونص. بعد ال 450 كيلو احسب حسبتك كويس، شوف معدل التحويل عندك قد ايه. لو لقيت معدل التحويل اقل من التكلفة،
يبقى بيع، ما تكملش، يعني ما تعاندش نفسك. يعني انا عندي الحيوان بديله مثلا 8 كيلو في اليوم، ال 8 كيلو دول في 15 ب 100 مثلا و20 جنيه في اليوم. 8 في 10 ب 80 و5 ب 40، 120 جنيه في اليوم مثلا لو الكيلو ب 15 جنيه. لو انا لقيت العجل ما بيحوليش كيلو، على الاقل خالص كيلو ب 170، يبقى انا ما كملش، هي تتحسب كده. لقيته بيحول كيلو او كيلو ربع، كمل حتى لو وصل 500 كيلو، طالما فيها ربح كمل. بس اهم حاجة انك انت توزن الحيوان عشان تعرف الموضوع ماشي معاك ازاي. هي الفكرة دي، هو ده السؤال اللي انا بقول لك، بيع عند 450 عشان ما تخسرش. هي دي الفكرة، ان انا يكون عندي معدل تحويل يغطي التكلفة بتاعتي، عشان كده اكمل ولا ما اكملش. هو ده السؤال اللي الناس بتسأله، هل بعد 450 كيلو اكمل يا دكتور لما تكمل طن ولا لا؟ لو معدل التحويل عندك بيغطي التكلفة بتاعته كمل، مفيش مشكلة. طبعا احنا قلنا 8 كيلو علف دول ب 120 بس، غير الدريس وغير الرعايه البطاريه وغير يعني ايا كان. المهم احسبها حسبه كويسه. ان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي، هقول لك ازاي تعمل دراسه جدوى عشان ما تسالش حد ولا تطلب من حد اي حاجه. هعلمك ازاي تعمل دراسه جدوى انت بنفسك. ان شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.